Les officiers, ils ont eu leur formation au Maroc. C'est pourquoi le royaume est un grand pays. Sur le plan intellectuel, علاقة بالسياسة والاحترام وقوة الرياضة نفسها. تخيلوا معي الموقف، منتخب بلدكم لسه خسران ماتش مصيري ومهم. إيه رد الفعل الطبيعي اللي ممكن نتوقعه من رئيس الدولة؟ ممكن صمت تام؟ أو يمكن تهنئة رسمية كده جافة شوية؟ اللي حصل هنا كان غير كل التوقعات. لكن بدل ما يلوم الحظ أو يتكلم عن خيبة الأمل، رئيس مالي عمل حاجة ما حدش كان متوقعها خالص، أصدر بيان رسمي. البيان ده ما كانش عن الخسارة، لأ، كان عن درس مهم جداً الكل اتعلمه في الليلة دي. يعني الموضوع ما كانش مجرد تعليق على ماتش كورة وانتهى، لأ، دي كانت حركة دبلوماسية ذكية جداً، لفتة أكبر بكتير من اللي حصل جوه الملعب. الماتش نفسه على فكرة كان معركة تكتيكية من الطراز الأول، وبيوري قد إيه الكورة في أفريقيا اتطورت. الفريقين فعلاً لعبوا بكل قوتهم لآخر دقيقة، لكن في النهاية الانضباط التكتيكي للمنتخب المغربي هو اللي حسم الموقف. لكن القصة الحقيقية، القصة المهمة، ما ابتدتش إلا بعد ما الحكم صفر. اللي حصل برا المستطيل الأخضر هو اللي خطف كل الأضواء وعمل العناوين. في عالم الرياضة اللي غالباً بنشوف فيه مرارة بعد الخسارة، رئيس مالي قرر يمشي في طريق مختلف تماماً، تجاهل النتيجة تماماً وركز على حاجة أهم وأكبر بكتير: القيم والاحترام. طيب، هو قال إيه بالضبط؟ خلونا ندخل في تفاصيل كلامه ونشوف إزاي المدح ده ما كانش مجرد كلمة حلوة بتتقال وخلاص. شوفوا بس البيان بدأ إزاي، بلمسة شخصية جداً، مش مجرد شكر دبلوماسي ورسمي، لأ، دي كانت رسالة أخوة حقيقية من رئيس لرئيس، من أخ لأخ، وده غير نبرة البيان كله. وهنا الموضوع بيبدأ يبقى شيق أكتر وأكتر. المدح ما كانش كلام عام، لا، زي ما هو واضح قدامنا كان محدد جدا، اتكلم عن نقط واضحة وملموسة، وده بيوري إن المغرب مش بس بيستثمر في منتخب كورة، لا، دي منظومة رياضية متكاملة. نقطة البنية التحتية دي بالذات قوية جدا. يعني في قارة أفريقيا اللي بتسعى تطور منشآتها الرياضية، لما يجي رئيس دولة ويوصف ملاعب المغرب بإنها فخر للقارة كلها، ده كلام وزنه كبير قوي، كلام له أبعاد دبلوماسية واضحة. وبعد الكلام عن الملاعب والتنظيم، البيان انتقل من الحاجات المادية لحاجة أعمق، للشخصية والأخلاق. وهنا بتيجي رسالة قوية جدا عن معنى المنافسة الحقيقية، ودي يمكن أجمل رسالة في البيان كله: إن الفوز الحقيقي مش بس بعدد الأهداف اللي بتسجلها، لكن بالاحترام اللي بتكسبه. ودي فكرة بصراحة أكبر من الكورة ومن أي رياضة، دي بتلمس جوهر العلاقات بين الناس. وده بالظبط اللي بيلخص الفكرة كلها. في نتائج أهم بكتير من نتيجة الماتش اللي بتعلنه صافرة الحكم. عشان كده بنفهم إنه الموضوع من الأول كان أكبر من مجرد ماتش كورة. بمعنى تاني، رئيس مالي استغل الماتش ده عشان يفكر الكل إن العلاقات بين البلدين بتاريخها وثقافتها أعمق وأقوى من منافسة رياضية بتستمر 90 دقيقة. الجملة دي، يربح الاحترام قبل الألقاب، بتلخص القصة كلها. دي شهادة قوية مش بس بتعزز سمعة المغرب الرياضية، لا، دي بترسخ مكانته كقائد دبلوماسي في أفريقيا. طبعاً رد الفعل في المغرب كان كبير جداً. الناس هناك ما شافوها مجرد مجاملة لطيفة، شافوها كتأكيد للدور اللي المغرب بيسعى يلعبه، وهو دور حلقة الوصل والجسر اللي بيربط بين دول القارة. في الآخر القصة دي مش عن الكورة، هي عن القوة الخارقة للرياضة، قوتها في إنها تعمل اللي السياسة ساعات بتفشل فيه، وهو بناء الجسور والتقريب بين الناس. وده بيسيبنا قدام سؤال كبير ومهم: يا ترى لحد فين ممكن اللعبة الحلوة دي تغير في عالمنا؟ السيناريو بيكون متوقع: تحليل أهداف، نقاش عن الحكم، ويمكن تصريحات نارية من هنا وهناك. بس ماذا يحدث لما تنتهي مباراة قارية مشحونة، مش بتصريح من مدرب غاضب، بل ببيان رسمي من رئيس دولة، مش عشان يشتكي، لا، عشان يشيد بخصمه بطريقة بصراحة غير مسبوقة؟ بالضبط. اليوم إحنا ما بنتكلم عن نتيجة مباراة بين المغرب ومالي، قد ما بنتكلم عن اللي جرى بعد صافرة النهاية. المصادر اللي بين إيدينا بتوثق لحظة فريدة جدا، يعني لحظة تحولت فيها الخسارة الرياضية لانتصار، انتصار دبلوماسي وثقافي. فوز المغرب يمكن كان متوقع على الورق،
بس ردة فعل الرئيس المالي هي اللي قلبت كل التوقعات. إذن هاي هي مهمتنا اليوم. رح نغوص في تفاصيل هالتصريح عشان نفهم مش بس شو انحكى، بل ليش كان استثنائية لهالدرجة. يعني شو بيكشف هالموقف عن القوة الناعمة للرياضة وعن طريقة جديدة لرسم العلاقات بين الدول الأفريقية. خلينا نبدأ من البداية، من أجواء المباراة نفسها. عشان نفهم حجم المفاجأة لازم نتخيل المشهد الأول. المصادر بتوصف المباراة بأنها كانت معركة كروية حقيقية. نتكلم عن كرة القدم الإفريقية بأفضل صورها، ندية عالية، قتال لآخر دقيقة. ما كانت مباراة سهلة أبداً لأي طرف إطلاقاً. المصدر بيوضح إن الأجواء كانت مشحونة بالندية، وهذا طبيعي جداً. المنتخب المالي معروف بقوته البدنية واندفاعه، والمنتخب المغربي من جهته تميز بالانضباط التكتيكي والروح القتالية. النتيجة النهائية كانت فوز مغربي صحيح، بس المصادر بتأكد إن الأداء كان مشرف من الطرفين، وإن الملعب كان مليان احترام متبادل بين اللاعبين، وهذا بحد ذاته بمهد الطريق للي جاي. وهون مربط الفرس. عادة بعد مباراة بهالحدة والنتيجة الحاسمة بنسمع تبريرات للخسارة، شكاوى من التحكيم، أو على الأقل صمت من الطرف الخاسر. بس اللي صار كان العكس تماماً. الأضواء فجأة ما عادت مسلطة على اللاعبين، بل انتقلت للقصر الرئاسي في مالي. وهون تكمن المفارقة. خرج رئيس دولة مالي بتصريحات رسمية، وهذا شيء نادر جدا في عالم كرة القدم. بس الأغرب ما كان الفعل نفسه، بل محتوى التصريح. ما تكلم عن الأخطاء الفنية، ما لام لاعبيه، هو نوعا ما تجاهل نتيجة المباراة تماما وركز على شيء أعمق بكثير. المصدر بوصف الموقف بأنه إنساني ورياضي راق قلما نشهده في عالم الكرة الإفريقية والعالمية. طيب هذا بيثير الفضول جداً. شو ممكن يقول رئيس دولة بعد خسارة فريقه ويخليه حديث الإعلام، مش بسبب غضبه بل بسبب رقيه؟ خلينا نفكك هذا التصريح خطوة بخطوة. يبدو أنه بدأ بنقطة شخصية جداً، صح؟ فعلا بدأ بتوجيه شكر مباشر وشخصي جدا. المصدر بيقتبس قوله حيث وجه الشكر لأخيه جلالة الملك محمد السادس. استخدام كلمة أخيه هنا له دلالة دبلوماسية قوية. ما كان مجرد شكر بروتوكولي، لا، كان إشارة لعمق العلاقة. وشكره ما كان عن المباراة، بل عن حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللي حظي فيه وفد منتخب مالي كله. هذا بيغير الإطار بالكامل. هو ما بيتكلم كقائد فريق خسران، بل كضيف بيقدر مضيفه. وأكثر من هيك، أضاف جملة محورية بتلخص كل شيء. قال ما معناه: ما وجدناه في المغرب لم يكن مجرد تنظيم مباراة، بل كان درساً في الاحترام والرقي والأخوة الإفريقية. بهالكلمات هو نقل الحدث من مجرد منافسة رياضية عابرة لتجربة إنسانية ودبلوماسية متكاملة. وبعد هالمقدمة الشخصية القوية بدأ يتكلم عن الملاعب. هذا يبدو تفصيل غريب شوي ليركز عليه رئيس دولة. ممكن يبدو غريب للوهلة الأولى، بس هون يكمن ذكاء التصريح.